واحدة من تقايل التعافي، أجيبها لك على طبق من ذهب، قاعدة أنا شخصيا أخدت سنين عشان أدركها واستوعبها واصيغها بالشكل ده. بس قبل ما أقولك القاعدة دي، قاعدة تتكتب، تتحفظ، تتبروز، وتتطبق. بتقول إيه القاعدة؟ الإنسان اللي في حالة انفعالية عالية ما عندوش ودان يسمع بيها، عينين يشوف بيها، دماغ يعقل بيها. يعني أنا بنتي نرفزتني وعملت حاجة غلط، انا عيني مش هتشوف الحاجة الغلط اللي هي عملتها، عيني هتشوف كل الغلطات اللي هي عملتها قبل كده، وأسوأ سيناريو ممكن يحصل نتيجة استمرار الغلطة بتاعت دلوقتي، هيمد خط الزمن لقدام ويشوف بنتي وهي منحرفة او وهي بتعوقني وبتحطني في دار مسنين او whatever. عيني هتشوف الخط الزمني ده كله على بعضه في اللحظة دي، مش هتشوف اللي حصل بس. فلان قال لي كلمة نرفزتني وانا اللي عندي حق، دماغي مش هتعرف تعقل الحق بتاعي عشان تصيغه بشكل ما يركبنيش الغلط، والحجج والأدلة اللي تسوق ان انا فعلا على حق وعلى صواب وان اللي حصل ده لا يصح ولا يليق. دماغي مش هتعرف تعمل كده، بل دماغي هتجيب كل حاجة انفعالية اندفاعية تركبني الغلط وتخليني اخسر حقي. سو وانت في حالة انفعالية عالية، ما تقررش، ما تستنتجش وتفسر، ما تحكمش. انا صحيت النهارده الصبح مقريف وجسمي واجعني فانا يومي كده قفل، ما تحكمش على اليوم. انا فلان عمل ده فمعناها ان انا مش هعرف اخد حقي، ما تحكمش على ان انت مش هتعرف تاخد حقك. بنتي عملت فمش هتتصلح، ما تحكمش. ما تقررش وما تستنتجش وما تحكمش وانت جوه الحاله الانفعاليه. استنى الحاله الانفعاليه تعدي، اديها وقتها عشان تعدي خالص وتهدأ، وركز بس على انك تهدأ مش على انك تحل الموقف ولا تفكر فيه. وارجع بعدها زور الموقف مره تانية، واؤكد لك انك هتسمع بودان مختلفه، وهتشوف بعين مختلفه، وهتعقل بدماغ مختلفه تماما.